السلام عليكم متتبعين مطبخ حسناء. فيديو اليوم يكون عبارة عن تشيز كيك بدون فرن وبدون جيلاتين بمذاق البرتقال. نتمنى انه ينال استحسانكم وسيوجد في دقائق. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو وضع لايك والاشتراك في القناة وتشغيل الجرس ليصلكم الجديد. بالنسبة للمكونات نحتاج 2 كيسان ديال العنبة من الكريمة باردة تقريبا 375 غرام، 300 غرام من نيسلي، 200 غرام من بسكويت الشاي، 75 غرام ديال الزبدة، 4 كأس من البرتقال، و80 غرام من يوغورت بمذاق الجبن. الكريمة تكون باردة، غنطربوها مزيان تطلع ونخليوها جانبا. هنايا غندوب الزبدة ونكملو السطلاع ديال الكريمة. هنا البسكويت وضعته في كيس، نحاول نضربو هكذا بالمدلك حتى نحصلو على قطع مفتتة صغيرة. نكمل بهذه الطريقة. هذا هو الشكل. وضعته في إناء، ثم نجيب الزبدة المذابة نوضعها ونحاول نخلط. من الأحسن تخلطوا بالأيدي. ثم نجيب قالب يفتح من الجوانب على هذا الشكل، يكون متوسط أو صغير من الأحسن. ثم نحاول نثبتوه ونوضعه في الثلاجة تقريبا 15 دقائق حتى تجمد الزبدة ونحصل على طبقة متماسكة. هنا وضعت اليوغورت الكريمي أو اليوغورت بمذاق الجبن على الكريمة اللي طلعناها على هذا الشكل. نحاول نخلطه من فوق لتحت باش ما تنزلش. ونوضعو خليط الحليب المركز المحلى، هذا سبق وحضرته في المنزل يعني ما شريتوش. غنوضع لكم الرابط في صندوق الوصف. غنخلط من فوق لتحت باش ما ننزلش الخليط. هذا هي الكثافة. من بعد نضيف عصير البرتقال يعني 1/4 كأس. نكمل الخلط حتى نحصل على خليط كريمي. الكريمة هنا محلات، ما يحتاجوش نضيفوا السكر. غنوضع خليط فوق البسكوي ونحاول نحصل على طبقة مقادة. بواسطة ملعقة أو سباتيولا أو لا على حسب المتوفر. نضربوا ضربة خفيفة باش تسهلوا عملية تبسيط الخليط. ندخلوها للمجمد أو للثلاجة. أنا خليتها صوبتها في الليل، خليتها تقريبا ليلة كاملة، ومن بعد وضعتها نصف ساعة في المجمد وحاولت إزالة الإطار. ثم يمكن تبدؤوها 4 ساعات الثلاجة و10 دقائق في المجمد وغادي تحيدوها بسهولة. هنا عسلت قشور الليمون أو البرتقال، قليل من السكر وملعقة كريمة وعصير البرتقال أيضا. حيدتهم وضفت القليل من البرتقال لنفس الخليط حتى حصلت على خليط هكا شوية جاري أو خفيف. وضعته خطوط. ثم سيبقى لكم الاختيار في الزين على حسب المتوفر عند كل سيدة.
والزين تيبقى اختياري. انا وضعت القشور. نكمل انا بنفس الطريقه حتى نذوقها، ومن بعد نخليوها في الثلاجه حتى نبغيو نقدموها للضيوف او للعائله. خليكم مع تتمة الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. غنحاول نقطع باش نشوفوا القوام ديالها. هي رائعة جدا والمذاق روعة، في دقائق تتوجد بغض النظر يعني على التجميد او الوقت اللي غترتاح فيه. هذا هو شكلها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو وضع لايك والاشتراك في القناة وتشغيل الجرس ليصلكم دائما الجديد، ووضع تعليقاتكم. الى فيديو اخر باذن الله.